ناس مع مصاري كتير، ومن كتر المصاري بتشتري شغلات تافهة أو فاضية. ما بدي أقول غبية، رح أترك حرية القرار إلكن أو أنتوا صنفوها. معكم بلال، لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لنكبر فيكم. وقبل ما نبلش صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ليتس جو. احنا بعصر التكنولوجيا هلا، وتقريبا نص شغلنا على التليفون يعني. وممكن نشتري تليفون ب50,000 يمشي لك كل امورك يعني، مثل تليفون ب5 مليون. طب شو رأيك بتليفون ب15 مليون دولار؟ وهذا اشتراه ملياردير من هونغ كونغ. والايفون مغطى بالكامل بالذهب والالماس، مو اي الماس يعني، الماس اسود نادر جدا عيار 26. طبعا انت هلا ما صدقت، وحقك ما تصدق، بس كمان عندك الغلاف الخارجي للايفون مصنوع من الالماس الابيض. نعم. طيب يا زلمه، نحن وقت نشوف يعني حدا بحياتنا مع ايفون ماكس ما بنحسن نقول له مرحبا، تلاقي انفه واصل لفوق. كلاب وفية بطبعها، وفي كتير ناس بتحب تربي كلاب، بس مو لدرجة يجيبوا لها طوق ب 3 مليون و200 ألف. نعم عزيزي، سمعت الرقم صحيح، 3 مليون و200 ألف، لأنه مصنوع من الألماس والذهب الأبيض عيار 18. الحزام تبعه مصنوع من جلد تمساح طبيعي. نعم. يعني الواحد بيحب الكلاب بس مو لهالدرجة يعني. ملياردير عنده سيارة أو سيارتين أو ثلاثة أو حتى أربعة يا أخي. بس الأمير الوليد بن طلال حفظه الله ورعاه كان له رأي تاني، فعنده سيارة مرسيدس اس ال 600 مرصعة بالألماس، وفيها حوالي 300 ألف ألماسة، وصنفت كأغلى سيارة بالعالم. بس معلم، هي ما خرجت تمشي فيها على المطبات على فكرة، لأنه إذا وعت ألماسة مصيبة يعني. حق هديك الحسبة. حي سوكو بمنهاتي في حمام مصنوع بالكامل من الذهب، وقيمته بما يعادل 12 مليون دولار. يعني اذا الحمام قيمته 12 مليون دولار، الشقه كلها بدش معلم. المهم، محتويات الحمام: البانيو بالكامل من الذهب، حتى الافرنجي من الذهب. طب الواحد اذا حيلبي نداء الطبيعه بهيك حمام، طب شو كيف يعني؟ ما بعرف كيف حيتحمم بهيك بانيو مثلا. او مثلا تخيل اتضايقت ماديا انا، والله بروح بكسر شقفه من البانيو وبروح ببيعها. باريس هيلتون عملت قصر حد القصر يلي هي ساكنة فيه، بس حجروا لمين؟ للكلاب تبعوتها. وهذا القصر مثل البيت الكلاب يعني، بس جاي على أكبر شوي ومدوكر يعني على الآخر، لا ومحطوط فيه عفش على أعلى مستوى، ومحطوط فيه خزانات صغيرة خاصة بالكلاب، كمان في مكيفات مشان إذا بالصيف عرقوا الكلاب يعني بشغلون المكيفات، وكمان في نظام تدفئة مشان الشتوية ما ينأذوا الكلاب أو ما يبردوا. عايشين حياة ترف، الطبقة المخملية هدول الكلاب. نحن بالعاده وقت نروح على حلاق يعني بعد الحلاقه وبعد التنظيف وبعد الاستشوار والذي منه وكذا، بنتحش له بجيبته 5000 ونضل طالعين. بس هالحكي مو على سلطان بوروناي، لانه بيعطي حلاقه بالحلاقه الوحده 24000 دولار. لا، والمستفز اكثر يعني انه الحلاق بولايه غير ولايه سلطان بوروناي، ومع ذلك بيبعث له طياره خاصه تجيبه، عامل له قصر لحاله مشان وقت يجي يقعد فيه، وكل مصاريفه بالرحله على حساب سلطان. مثلا الحلاق يعني شي مرة يجي ويشرد ويشخطه شي ضرب، شو حيعمل فيه بالله؟ راح يدفن تحت القصر اللي عمل له اياه. شايف هي الموزة اللي ملزقة على الحيط؟ هي انباعت سيدي ب 120 ألف دولار. نعم. وبنفس المتحف في سمكة قرش حقيقية، واشتراها الفنان دميان هيرست ب 8000 دولار، وصرف على هي السمكة 65 ألف دولار مشان يطلع بهذا الشكل يلي انتو شايفينه. يجي صاحبنا ستيف بوهيني بيشتريها ب 8 مليون دولار، صفقة خاسرة ما جابت رسمالة يعني. بس مين بيكون اكل ضرب يا حزركون؟ يلي صاد السمكة يكون هو اللي انقنص فيها. طب بيكون خلص الفيديو لليوم. كان معكم بلال، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتركوا بالقناة لنكبر فيكم.